ازاي بتجاوبي على أسئلة الولاد الصعبة؟ لما بنمر بظروف صعبة زي حالات وفاة مثلا على مستوى الأسرة، الولاد بيسألوا أسئلة كتير زي هو فلان مات ليه؟ أو يعني إيه مات؟ هو ربنا أخده عنده ليه؟ أو هو ربنا ليه سايب الأطفال بيحصل لهم كل ده؟ وطبعا كتير مننا كأمهات بيعطل ومش بيلاقي إجابة. طيب الصح فين؟ بشكل عام نوعية الأسئلة دي لازم الطفل توصل له الحقيقة أو جانب منها على حسب إدراكه وسنه، لأنه غلط تماما إن احنا نغيب الأطفال ويعيشوا مش عارفين حاجة أو معزولين عن اللي بيحصل. والإجابات تكون من نوعية ربنا بيحبنا كلنا، بس اللي بيختاروا إنه يروح عنده بيكون بيحبه أكتر شوية وبيكون في أجمل مكان في الدنيا. هيرد عليكي وهيقولك طب ما أنا كمان عايز ربنا يحبني وعايز أروح عند ربنا. تردي عليه بمنتهى البساطة وتقولي له تسمع الكلام وتعمل حاجات حلوة تقربك من ربنا وهو يحبك أكتر. لازم الولاد يدركوا الواقع وما تنسوش إننا في وقت مفيش حاجة فيه بتستخبى، فعرفيهم أنتي أحسن بطريقتك. سلام. وما تنسيش تشاركيني وتكتبي لي في الكومنت ايه اغرب الاسئله اللي اتسالتيها من اولادك، ويا ترى اجاباتك كانت ايه.